لما يطلبوا بقى منك الطواجن الحلوة دي قبل الفطار بساعة، فلازم نكون نتصرف ونقوم بسرعة نجهزها. كان معايا كده، كان عندي نص كيلو من السجق، انا كنت حطاه في التلاجة علشان لما عاوزة استخدمه يعني في اي وقت استخدمه على طول. تمام. قطعه كده قطع صغيرة، وعلشان تقطعيه قطع صغيرة وما تكونش مهرية منك لازم تستخدمي سكينة تكون حامية علشان ما تهريش منك السجق. تمام. خلصت بقى الكميه، قطعتها كلها نص كيلو من السجق. هروح بقى على البوتاجاز، حط كده عليه حل على النار. الميه بتاعتها غلت، حطيت كيس ونص من المكرونه، اي نوع مكرونه انت حباه. حوالي 600 جرام من المكرونه، هو الكيس كان 400 جرام، فانا حطيت كيس ونص، فحوالي 600 جرام يعني. تمام. هسيبها بقى تتسلق. قبل ما اعمل السجق نزلت كده في هوك على النار بمعلقتين زيت، وبعد كده لما سخنوا قوي نزلت كده بالسجق، وعشان ياخد بقى تشويحه كده حلوه ويتحمر مني كده بالشكل ده. هتفضلي بقى قلبي فيه اول ما ياخد صدمه، وعايزه اقول لكم هتشموا ريحه تحفه. هو طبعا السجق بيكون جاهز ومتبل ويبقى حلو قوي. بس هفضل بقى اقلب فيه كده شويه، وبعد كده هرجع بقى للخضار بتاعي. هجيب بصلتين كبار قوي وهقطعهم بقى. قطعي بقى مكعبات، عايزه تقطعي مكعبات صغيره مكعبات كبيره اللي انت تحبيه. هي الوصفه دي مش هتفرق قوي شكل البصل يعني معاكي، فقطعي اللي انت تحبيه. يعني انا عموما قطعت مكعبات وسط كده. تمام. ولا هي كبيره ولا هي صغيره. هخلص بقى البصل كله وهرجع بقى ايه للسجق بتاعي. احط بقى عليه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من سبع بهارات. ما تكتريش بهارات لان هو اصلا بيكون متبل. تمام. فقلبي قلبي بقى فيه كده البهارات تحفه، وهتشمي ريحه خطيره جدا يا جماعه. هنرجع بقى نجيب البصل بتاعنا اللي احنا قطعناه مكعبات وسط. هننزل بقى كده بالبصل بتاعي. هما بصلتين كبار يا جماعه. تمام. بيدوا طعم حلو قوي للسجق. افضلي بقى قلبي كده في البصل مع السجق، وسيبيه كده على النار هاديه علشان يستوي كده مع السجق ويبقى طعمه حلو، وما يبقاش اللي هو ايه طعمه كده مش مستوي في الطاجن بتاعك. لا، لازم يستوي ويبقى حلو قوي. هرجع بقى لبقيه الخضار بتاعي. معايا كده فلفل رومي، فلفل رومي اخضر، هقطعه مكعبات كده صغيره على قد ما تقدري، خليه مكعبات ايه صغيره. بعد كده معايا ربع فلفلايه اللي هو الفلفل الالوان الاصفر، هقطعها برده مكعبات صغيره. ومعايا كمان قرن فلفل رومي احمر، قطعيه برده مكعبات. يعني بصي الخضار ده بقى بتاعك انت، يعني عايزه الخضار اللي اولادك بيحبوه حطيه في الطاجن عادي، مش تفرق معاكي كتير. بعد كده بقى اهم حاجه هقطع طماطم مكعبات كده صغيره، وهنزل بقى بيها. حتى لو طماطم مستويه عادي، الميه بتاعتها هتدي صوص كده للسجق، هيبقى طعمه حلو قوي قوي. هنزل بقى بالخضار بتاعي كده على السجق. ما شاء الله اللهم بارك، شكله تحفه وطعمه وريحته كانوا بصراحه حلوين قوي. هنزل بقى معلقه كده من البابريكا المدخنه، بتدي طعم حلو قوي للسجق. وهنزل كمان بنص معلقه صغيره من الفلفل من الملح. ما تكتريش فيه الملح علشان هو اصلا بيبقى متبل ويبقى فيه نسبة ملح. تمام. بعد كده بقى هجيب مغرفة كده من المية بتاعت تسليق المكرونة، هتخليه بقى يعمل صوص كده مع الخضار وهيبقى طعمه تحفة جدا. خلاص خلصنا بقى السجق وكانت المكرونة كمان اتسلقت. هجيب بقى طواجن فخار بتاعتي. انا عملت في 2 طاجن، يعني ممكن تعملي في طاجن بايركس كبير اللي انت حباه اعملي فيه. تمام. هوزع بقى المكرونة كده على الطواجن، وبعد كده هجيب كمان السجق اللي انا عملته معاكم، هنزل بقى على المكرونه بالصوص بتاعه كده. هتدينا طعم للمكرونه تحفه تحفه يا جماعه. جربوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم جدا. بعد كده بقى هجيب المكرونه وهفضل اقلبها في السجق اللي انا حطيته عليها، واقلبي قلبي كده علشان يتشرب كده من الصوص. المكرونه تتشرب من الصوص بتاع السجق ومن طعمه ومع الخضار بقى مش عايزه اقولك هتاكلي احلى طواجن مكرونه. عايزه اقولكوا الطاجن ده يعني بنجيبه كده من المحلات، بيبقى غالي جدا جدا فوق ما تتخيلي. افضل اقلب بقى كده المكرونه مع السجق. وبعد كده بقى يعني هاتي بقى اي جبن عندك في التلاجة، عندك جبنه رومي بس، عندك جبنه موتزاريلا بس، اللي عندك حطيه. انا كان عندي جبن مشكله اللي هو ميكس الجبن ده الجاهز، بجيبه بقى وبحط كده على الطاجن من فوق، وغرقيه كده بقى بالجبن. ودخله بقى طبعا على فرن سخن، كنت شغاله الفرن يعني على الفرن سخن على درجه حراره 180. وطبعا لازم نشغل الشوايه عشان ياخد وش كده ويتحمر. وعايزه اقول لك انت ممكن تعملي كمان مع الطاجن ده بشاميل، حاجه خفيفه كده، بس انا كنت مستعجله فما رضيتش اعمل بصراحه. استكفيت بالجبن، والجبن كانت مديله طعم ولون تحفه جدا. الجبن بقى مع سجق شايفين يعني بصراحه كانت خطيره جدا، وكانت حلوه قوي، بتدي طعم حلو قوي للمكرونه وللسجق. حلوه قوي قوي، بالف هنا وشفا.
جربي طريقتي وان شاء الله تعجبكم جدا. حلوه وسهله وسريعه، وممكن تحطي بقى مايونيز، ممكن تحطي كاتشب، يعني اللي انت تحبيه. فالكاتشب بصراحه كان مدي طعم حلو قوي، وعايزه اقول لكم كانت خفيفه وكانت طعمها جميل. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. كان معاكم